أفاد مراسل الأخبار على الحدود التونسية الليبية بأن قوات الأمن تمكنت من إيقاف شخصين يشتبه في انتمائهما لتنظيم القاعدة في بلدان المغرب العربي، وفي حوزتهما حزام ناسف وقنابل في منطقة نكريف بمعتمدية رمادة من ولاية تطاوين. هي الأولى من نوعها التي تعيش على واقع الحدود التونسية الليبية. ألقت فرقة الحرس الحدودي برمادة في حدود منتصف الليلة الماضية القبض على إرهابيين في جبل نكريف على بعد حوالي 25 كيلومترا جنوب رمادة، أحدهما جزائري والثاني ليبي الجنسية يشتبه في انتمائهما إلى تنظيم القاعدة في بلدان المغرب العربي. وقد ضبط وبحوزتهما هويات من أفغانستان وشرائح اتصالات. وعند مباغتة أحدهما من قبل رجال الحرس رمى قنبلة يدوية إلا أنها لم تنفجر، بينما تم إلقاء القبض على الثاني الذي كان يحمل حزاما ناسفا. وعلى خلفية هذا التطور أكد مصدر أمني رفيع المستوى أن هذين الإرهابيين تربطهما علاقة بالشابين اللذين تم القبض عليهما في وقت سابق من هذا الأسبوع بمدينة تطاوين، وينتمون جميعهم إلى شبكة إرهابية ستتضح معالمها لاحقا. كما أكد المصدر نفسه نية الإرهابيين تفجير الحزام الناسف والقنبلة اليدوية وسط أعوان فرقة الحرس الحدودي برمادة. ولمعرفة مزيد من التفاصيل معنا مباشرة مراسل التلفزة التونسية خميس بوبطان من منطقة نكريف. خميس، مرحبا بك إقبال. أهلا بك خميس، ما حقيقة ما جرى؟ هو في الحقيقة لابد من التأكيد أولا على الجهد الذي قام به أهالي ومتساكني منطقة نكريف من معتمدية رمادة من ولاية تطاوين في إعانتهم وتقديمهم للعون لقوات الحرس الوطني بالمنطقة التي كانت بدورها تتابع منذ أيام مجموعة من المشتبهين فيهم كانوا متواجدين على التراب التونسي. المهم في هذه النقطة هو التعاون الكبير من الأهالي في إعانة قوات الحرس الوطني. وبالفعل في حدود منتصف الليلة الماضية تم إلقاء القبض على شخصين، واحد ليبي والآخر جزائري. بالنسبة للجزائري يبلغ من العمر 31 سنة والآخر عمره 32 سنة. تبين في التحقيقات الأولية أنهما ينتميان إلى تنظيم القاعدة بالبلاد المغرب العربي. وصورة الخبر تقول أن هذين الشخصين تسللا إلى منطقة نكريف، وحين وصل إلى المنطقة تفطن لهم الأهالي وشك في أمرهما لأنهم من الغرباء عن المنطقة وكان يتحدثان بلهجات مختلفة، ولكن تم استقبالهم في أحد المنازل في مدينة أو في منطقة نكريف، ثم تم إعلام قوات الحرس الوطني كما ذكرت التي كانت تتابع العملية منذ أيام، فتم تتويق المنزل ومباغتة هذين الشخصين، وتم وجود عند المباغتة لقنبلة عند أحد الأشخاص وحزام ناسف عند الشخص الآخر. من ألطف الأمور أنه لم يتم نسف هذه القنبلة وهذا الحزام، حيث تمكنت قوات الحرس من إحباطها وإبطال مفعولها، ومن ثم تم اقتياد هذين الشخصين إلى أقرب نقطة حرس وطني، ثم تواصلت التحريات بشأنهما إلى حد